أهلا بكم. تعيش المملكة المغربية على إيقاع اتهامات متصاعدة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش باستغلاله أموال الدعم الحكومي لأغراض انتخابية ضيقة في صورة تعكس سجالا بين المال والسياسة. وعلى الجانب الآخر يظهر مشهد التطبيع مع الكيان الصهيوني وقد بدأ يكشف عن وجه قبيح داخل المجتمع المغربي، إذ تزداد مؤشرات لرفضه الشعبي له وتعلو الأصوات الرافضة لسياسة الانبطاح في بلد لا طالما حكم فيه من يخون القضية الفلسطينية. هي إذن مفارقة صارخة، حكومة تدعي الاستقرار بينما تمارس الريع وتستهين بإدارة الشعب الرافضة لأي علاقة مع الكيان الصهيوني. نتطرق مشاهدينا إلى هذا الشأن مع ضيوفنا، وأرحب بالبروفيسور سمير بوعيسة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك بروفيسور. أهلا بك. وأرحب أيضا بالدكتور أنيس بوقيدر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك. أهلا بك سندس. ونرحب معا بالزميل مروان مبارك الذي جاء كالعادة لإثراء هذا النقاش. أهلا بك مروان. مساءك سعيد سندس، مساءكم سعيد وضيوفك الكرام. أهلا بكم مشاهدينا. ما يزال الشارع المغربي يعيش على وقع مخاوف خلقها المخزن تنغيصا لحياة المواطنين، وهذه المرة تصاعدت المخاوف من احتمال تسخير قواعد بيانات المستفيدين من الدعم في سياقات انتخابية، وسط تساؤلات عن علاقة رئيس الحكومة المغربي أخنوش بمديرة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. ممثلو الشعب يتساءلون وأذان من في البلاط المغربي صماء. البداية كانت عندما أثارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني جدلا سياسيا جديدا بعدما وجهت سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتطالبه فيه هذه البرلمانية بتوضيحات حول تخوفات مشروعة من استغلال المعطيات الشخصية التي تديرها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية. النائبة البرلمانية أكدت أن هذه المخاوف تستند إلى سياق دقيق يرتبط بالعلاقة المهنية السابقة التي جمعت بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة. هذه الأخيرة سبق وأن تولت مناصب تنفيذية داخل الهوليدينج التابع لأخنوش في تضارب واضح للمصالح واستغلال النفوذ في إطار معطيات اجتماعية حساسة، وها هي تظهر هنا في آخر الصورة. للتذكير، الانتخابات السابقة استغلت فيها أرقام هواتف المواطنين، حيث جرى إرسال رسائل ترويجية حزبية إلى أرقام خاصة دون إذن مسبق، وسط رفض شعبي كامل كما رفض الشعب وامتعض من قبل من مشاهد التطبيع وصوره، وسط تعتيم حول الإجراءات العملية التي ستتخذ لضمان عدم استغلال قواعد بيانات وكالة الدعم الاجتماعي. تتصاعد الشكوك، غياب الاعتماد على الوسائل الرقمية لتحديد المستحقين من هذا الدعم المزعوم في المغرب، كما يبقى غياب الشفافية والحياد في تدبير هذه الملفات عن الحكومة سيد الموقف، لتحوم الشكوك حول الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التي تبدو في ظاهرها من بين الركائز الحكومية لتنزيل سياسة الدعم المباشر، وما خفي أعظم ما يجعل استقلاليتها ونزاهة تدبيرها للمعطيات موضوع مساءلة دائمة من الفاعلين السياسيين والمدنيين، ولا حياة لمن تنادي. بين تساؤلات ممثلي الشعب المغربي وإغفال حكومة المخزن لمثل هذه المواضيع، تتعالى الأصوات الرافضة لسياسة الانبطاح في بلد لطالما حكم فيه من يخون القضية الفلسطينية ويحتم على المواطن البسيط أن يتعايش مع ما فرض عليه من واقع مخزني. حكومة تدعي الاستقرار بينما تمارس الريع وتستهين بإرادة الشعب الرافضة لأي علاقة مع الكيان الصهيوني.
إليك سندس. شكرا جزيلا لك مروان، شكرا على كل هذه المعلومات. إذا نرحب أيضا بالدكتور عمار صيغة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الذي سينضم إلينا عبر سكايب. وواصل معك بروفيسور بوعيسى، من يحاسب رئيس الحكومة عزيز أخنوش على هذه الاتهامات الموجهة إليه بشأن استغلال الأموال العامة أو أموال الدعم في الحملة الانتخابية؟ يفترض أن النظام السياسي في المغرب هو نظام ملكي مقيد وليس مطلق. ما معنى ذلك حتى يفهم المشاهد الكريم؟ الملكية المطلقة هي أن منصب الملك فخري، يعني يحكم، يملك ولا يحكم، وبالتالي يصبح الأداء السياسي مستقل عن الملك، وبالتالي تكون هناك رقابة، هيئات رقابية، وبالتالي يميل دائما هذا إلى النظام البرلماني، أي أن البرلمان هو الذي يلعب دور الرقيب على الأداء الحكومي، وهو الذي يحاسب الحكومة خاصة حول شبهات الفساد. لكن إذا كان النظام الملكي مقيد، ما معنى ذلك؟ أن الملك يملك ويحكم، أي أن الأوامر والسلطة الأخيرة تعود للملك لتقدير الملك. من هذا المنطلق فإن من يحاسب رئيس الحكومة هو الملك المغربي. لكن أعتقد أن هناك حاليا ما دام أن الملك راضي على سياسات أخنوش، فبالتالي لن يخضع لمحاسبة الملك، وإذا لم يخضع لمحاسبة الملك لن تتجرأ أي هيئة أو أي جهة على محاسبة رئيس الوزراء أخنوش، خاصة وأن الأصوات التي تعالت ليست بالأصوات التي يمكن أن يعني تفرض نفسها. صحيح هناك ضجيج أو صخب إعلامي وسياسي رافق هذه الاتهامات، لكن الملاحظ أن رئيس الوزراء بدا هادئا ومتيقنا وكأنه واثق من نفسه أنه لن يمسه أي طرف ما دام أن هناك تواطؤ على أعلى الجهات، أي أن الأمر يتعدى رئيس الوزراء بل يصل إلى درجة من يحكم في داخل المخزن. إذن أعتقد أن هذا الأمر هذا كل ما في هذه الضجة هذه هي الغرض منها هو فقط لفت الانتباه وعدم جعل المغاربة يشتغلون بالقضايا الحساسة، القضايا الأهم التي تهمهم، وهي المتعلقة بتدهور مستوى المعيشة، وأيضا ضف إلى ذلك الاختراق الأمني والصهيوني الخطير في المملكة، أين أصبح الصهاينة يتحكمون في كل دواليب الحكم، وبالتالي أصبح المخرج الوحيد من هذا المأزق السياسي هو اختلاق بعض القضايا بمثل هذه القضية. إذن أعتقد أنه صحيح أن هناك اتهامات، صحيح أن هناك توظيف للمال الفاسد، ويمكن يعني تفصيل ذلك لاحقا، لكن أعتقد أن الأهم من كل هذا هو أن المغرب يغرق في قضايا أخلاقية أكبر من هذه، خاصة لما باع القضية الفلسطينية واصطفى إلى جانب الجلاد وهو الكيان الصهيوني. دكتور أنيس، برأيك كيف ينعكس تمازج المال مع السلطة على العملية الديمقراطية عموما وفي المغرب أيضا على وجه الأخص؟ في الحقيقة من مظاهر الحوكمة ومظاهر الحكم هو فصل المال عن السلطة، لأنه الأكيد أنه أي تمازج للمال والسلطة فسوف ذلك يؤدي مباشرة إلى قضايا ومسائل فساد كبيرة. لكن المشكل أنه في المعروف في الحقيقة، معروف أنه عبر العالم يعني سياسيين ربما يطلعون في قضايا فساد أو يطلعون أيضا في قضايا المال الفاسد إن صح التعبير، لكن غالبا ما تكتشف تلك المسائل ربما بعد نهاية عهدتهم وبعد توليهم تلك المناصب. لكن المشكل الآن في المغرب أنه رئيس الوزراء الحالي الذي يزاول مهامه ضالع في قضايا فساد عديدة جدا، وليست مجرد يعني تخمينات أو مجرد اتهامات، وإنما العديد من المحطات أثبتت ذلك. لا ننسى أنه هو وزير يجمع بين رئاسة الحكومة ويجمع أيضا بين مع عضويته في لجنة الاستثمار CNA. هذه اللجنة قامت بتخصيص مشاريع دعم لمشاريع تشارك فيها شركاته. أيضا لا ننسى أنه لديه مجمع للشركات، مجمع أكوا، استفاد هذه المجمع من مشروع محطة تحلية مياه البحر.
أعتقد أنه الآن النفوذ السياسي بات واضحا وانعكاسه على انعكاسه على الفوائد الشخصية والمشاريع الشخصية لهذا الوزير، بالإضافة إلى أنه فيه أيضا حديث على أرباح غير مشروعة من قطاع المحروقات. أعتقد هي قضايا قد أثارها إما معارضون سابقون، لما نتكلم على عبد الإله بن كيران، أيضا قضايا أثارها صحفيون وحقوقيون، أيضا قضايا أيضا أثارها لجان للمجتمع المدني في المغرب. لكن أكثر من ذلك في عهدة هذا الرئيس أو هذا الوزير يعني فيه ما يسمى أيضا بملاحقة ومضايقة كل أولئك الذين يفتحون مثل هذه الملفات، وخلينا نتكلم خاصة ملف التطبيع. نعم، لأنه تم في فترته استحداث ما يسمى بالصحافة التشهيرية أو الصحافة الاستفزازية، التي تتتبع بعض الشخصيات وبعض الحقوقيين وبعض يعني من ينتمون إلى المجتمع المدني، تحاول أن ترصد لهم بعض الزلات وتستفزهم من خلالها. بالتالي أعتقد أنه فيه تسيب واضح في الحكومة المغربية. ذلك يتزامن أيضا مع غياب الملك على الساحة، غيابه من الساحة تماما لأسباب ربما فيه أسباب معروفة وفيه أخرى مجهولة، وبالتالي أعتقد أنه فيه نوع من التسيب استغله رئيس الوزراء المغربي لخدمة أغراض شخصية بحتة. نتوجه إلى ضيفنا عبر سكايب دكتور عمار صيغة، أهلا بك. برأيك ما موقف المؤسسات الرقابية في المغرب من هذه الاتهامات، وهل هناك محاسبة حقيقية؟ طبعا هناك سجالات حاصلة في المؤسسة الرقابية وهي البرلمان، هناك سجالات حقيقية ونقاش محتدم. ربما يتعمد الإعلام المغربي على نقل الصورة بكاملها سواء للرأي العام المغربي على وجه الخصوص، خاصة وأن ذلك يعني من مساوئ الصدف يعني بالنسبة لما يقع من سجالات سياسية ومن فضائح المال الفاسد في المملكة المغربية. نفس الإسقاطات موجودة في الكيان الصهيوني، ولعل ما يتخبط فيه رئيس الحكومة حكومة الكيان الصهيوني من جرائم الفساد نفسه ما يتخبط فيه أخنوش رئيس الحكومة في المملكة المغربية. ولا ريب في ذلك أن تقاطعات نفس التوجهات السياسية نفسها ونفس السجالات السياسية الموجودة هي نفسها، بالنظر كذلك إلى ربما الأصوات الداخلية، خاصة وأن يعني أخنوش هو إفراز انتخابي لمنطقة تطوان، وهناك امتعاض كبير من سكان منطقة تطوان الذين يعني ينتقدون بشدة عدم اكتراث هذا الأخير بمجالات التنمية، على الرغم من أن هناك وعود قطع في الحملة الانتخابية لما خاضها لقيادة الحكومة الحالية ولقيادة الأغلبية البرلمانية. ضف إلى ذلك ما يدور في دوائر المعارضة في البرلمان على وجه الخصوص، وهناك كذلك جهود تعمل عليها أحزاب معارضة لقطع الطريق على هذا الأخير، سيما وأنه يحاول استغلال أموال الشؤون الاجتماعية، وذلك بالنظر إلى موقعه القانوني والدستوري بصفته رئيس حكومة ويشرف على العديد من الوزارات بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتلقى العديد من المساعدات. المساعدات ليست فقط من الخزينة العمومية المغربية، بل هي حتى من البرلمان، من الاتحاد الأوروبي ومن دول داعمة ودول تغدق بمساعدات عينية للمملكة المغربية. ولطالما أسيل الكثير من الحبر بالنسبة لإعادة توجيه تلك الأموال وربما العبث بها، خاصة فيما يتعلق بالأزمات والكوارث الطبيعية التي عرفتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة، وكيف أخذت تلك الأموال مسارا غير تلك الذي وضعت من أجله والذي رصدت من أجله. كلها بالنسبة لما وصلت إليه حكومة أخنوش من تخبط داخلي وتخبط في المشهد السياسي المغربي يعكس يعني ادعاء المجموعة المعارضة في البرلمان، وكذلك سيشحذ الكثير من الهمم فيما يتعلق بقطع الطريق أمام هذا الأخير فيما يعزم عليه، خاصة أن هناك خوتي المغاربة. هنا غادي تكون نهاية الحلقة ديال اليوم. نتمنى تدعموا خوكم عبدو، شويه لي لايك لي كومونتير البارطاج وتهلاو.